بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف صحه وبالف خير ان شاء الله. النهارده هعرض لكم بعض مشترياتي بالاسعار باذن الله تعالى. كنا امبارح نزلنا السوق عندنا في ديار بنجم لو عارفينها، فكنا محتاجين شويه حاجات يعني، فنزلت طبعا جبتها، وكنت عايز اصور الفيديو امبارح بس للاسف كنت جايه تعبانه جدا جدا يا جماعه، وكان عندي صداع وكده، فقلت ايه، حطيت طبعا الطماطم في التلاجة، هتحس ان هي عرقانه شويه، بس هقول لكم على الاسعار كل حاجه بالتفصيل باذن الله تعالى، والفراخ باسعار النهارده باذن الله. فتعالوا نسمي بسم الله الرحمن الرحيم ونبدا طبعا باسعار الفراخ زي ما احنا متعودين مع بعض. الفراخ البيضاء يا جماعه النهارده عامله في البورصه 56 جنيه، وفي المحل من 60 ل 65. تمام كده؟ في البورصه ب 56 وفي المحل من 60 ل 65 جنيه. ده بالنسبه لسعر الفراخ البيضاء. اما بالنسبه لسعر الفراخ البلد اللي انتوا شايفينها دي، في البورصه ب 112 وفي المحل ب 115 جنيه. كان عامل عرض ب 115 لمده يوم واحد، لكن انت هتشتريها ب 118 وب 120 من غير العرض. ده بالنسبه للفراخ البلدي. البط البلدي يا جماعه في التاجر بيلمه من الفلاحين الكيلو ب 95 جنيه، والمحل بيبيعه ب 110، يعني بيكسب في الكيلو 15 جنيه. تمام كده؟ في فرق سعر لو هتشتريه من المحل، طبعا لو الدكر 4 كيلو في فرق 15 جنيه في كل كيلو، يعني هتوفري 60 جنيه لو هتجيبيه من الفلاحين مباشره، لكن في المحل الكيلو بيزيد من 15 ل 20 جنيه. تمام كده؟ ده بالنسبه لسعر الفراخ البلدي والبط البلدي. تمام. اما بالنسبه لسعر الوراك عامله 70 جنيه، والحمام الكداب عامل 100 جنيه، والصدور بالعظم 100 جنيه، والكبد والقوانص 90، والكبد صافي ب 100، والبانيه والستريبس والشاورما عامله 150 جنيه، لكن الشيش طاووق عشان هو مختلط ما بين الوراك والصدور عامل 145. تمام كده؟ هو المفروض يبقى اقل من كده، لان طبعا بيكون معظمه وراك، لانها بتكون جوسي وطريه اكتر من الصدور. تمام كده؟ فهو المفروض يبقى ب 130 مثلا، لكن هو بيبيعه ب 145. ده بالنسبه لايه، لسعر الفراخ. وسعر طبعا الوراك زي ما قلت لكم 70، والصدور بالعظم 100. تمام كده؟ الاجنحه الكامله يا جماعه بتبقى الجناح كامل كده مش متقطع، الكيلو عامل 50 جنيه، نزلت شويه، كانت زمان بيبيعوها ب 70 ب 60 جنيه. تمام كده؟ البط البكيني يا جماعه كان عامل عرض امبارح، لا، الجمعه والسبت، كان عامل عرض الجمعه والسبت ب 70 بدل 75، لكن طبعا رجعنا طبعا للحد والاثنين ل 75 جنيه تاني. ده بالنسبه لسعر ايه، الفراخ البيضاء. اما بالنسبه لسعر السمك يا جماعه، الكبير 80 او 75، والصغير من اول 50 و60، اللي هو الوسط من 50 و60، وفي بقى الاصغر ب 40 والكيلو ونص ب 50، اللي هو الصغير خالص ده اللي كان بيتباع زمان كيلو ونص ب 10 جنيه. تمام كده؟ ده بالنسبه لسعر السمك. سمك المكاريل الاصلي سالنا عليه امبارح ب 110 جنيه، ب 110 جنيه، كان ب 105، ارتفع ل 110 طبعا علشان في الفتره اللي احنا فيها دي الدولار غلي شويه، ففي طبعا غلاء في بعض المنتجات. ده بالنسبه لسعر السمك. اما بقى بالنسبه لسعر البيض يا جماعه غلي، كان الاسبوع اللي فات ب 108 وب 110، لا النهارده البيض الابيض ب 112 والبيض الاحمر ب 114 والبيض البلدي ب 121. يبقى البيض الابيض ب 112 والاحمر اللي انتوا شايفينه ده ب 114 والبلدي ب 121 جنيه. ده بالنسبه لسعر البيض. تمام كده؟ سعر اللحمه طبعا البرازيلي ب 185 ثابته على السعر ده، بس ممكن ترتفع الاسبوع الجاي عشان طبعا زي ما قلت لكم سعر الدولار في السوق السوداء غلي شويه. اما بالنسبه بقى لسعر اللحمه البلدي ب 190 عفوا ب 290 وب 300 وب 320، يعني اغلى حد عندنا بيبيعها ب 320 جنيه، وفي ناس معلقه عليها 280 و290، بس بيكون فيها تقريبا 100 جرام من الدهن. تمام كده؟ ده بالنسبه لسعر اللحمه. اما بالنسبه بقى لاسعار المشتريات، البطاطس يا جماعه من اول 10 لعند 15 جنيه. انضف حاجه اللي انتوا شايفينها ديت الاثنين ب 25، وفي ناس بتبيعها ب 15 ما بترضاش تفاصل. والبطاطس العرقانه اللي هي المحلونه بتاعه الطبيخ كانت بتنباع الكيلو ب 10 جنيه. تمام كده؟ الطماطم يا جماعه طبعا عشان احنا كنا رايحين متاخرين شويه، كانت الكيلو وربع ب 10، الكيلو وربع ب 10 عشان كمان حجمها صغير، لكن كانوا بيبيعوها بدري ب 10 جنيه. بالنسبه بقى للبطاطا، البطاطا من اول كيلو ونص اللي عند 10 جنيه، الكيلو ونص ب 10 والكيلو وربع ب 10 وب 10. تمام كده؟ ديت اللي انتوا شايفينها دي كانت الكيلو وربع ب 10، جبناها الكيلو ونص ب 10، طبعا كانوا بيبيعوها ب 10 جنيه برده بدري. تمام كده؟ وجبت كمان، كان في فوط كده بتنباع هناك يا جماعه في المحل، محل كده معرض كبير جدا، كان بيبيع كل الرفايع بتاعه الادوات المنزليه والحاجات اللي زي دي، فجبت انا الفوطه ديت. شفت فيديوهات كتير جدا بتشكر فيها في التنظيف والتلميع، بيقولوا حلوه جدا جدا، فانا جبت اتنين. ديت الصغيره اللي انتوا شايفينها دي اهي عامله 10 جنيه، بتكون لونين كده،
بيكون اللون ده مثلا نبيتي والتاني مثلا رصاصي. اللون ده طبعا بيكون احمر، بيكون اخضر، زي ما انت عايزه يعني. فده الواحده ب 10 جنيه، جبت 2 ب 20 اهي، 2 ب 20 جنيه. وكانت الكبيره تعمل 4 من ديت ب 35 جنيه. وكان طبعا في فوط تانية، الفوطه زي الفوطه بتاعت التنشيف بتاعت البيت اللي احنا بنستعملها يعني بننشف فيها وشنا، كانت ب 25 جنيه تقريبا، قد 2 من دي تقريبا كده، قد 2 من دي. طبعا كنت محتاجه مشابك للغسيل، فجبت كده زي ما انتم شايفين دول 20 مشبك ب 10 جنيه. ال 20 مشبك ب 10 جنيه، وكان في عنده هناك 25 مشبك ب 15 جنيه، وكان مع واحد تاني يعني. فانا جبت دول كده زي ما انتم شايفين. طبعا المشبك كده زي ما انتم شايفين متين جدا. وطبعا عارفين انتوا العيش ده اهو، ده احنا بنسميه يا جماعه عيش ملدن، بدون ما نخبزه عندنا على طول باستمرار. بس بما ان طبعا الافران مش عدد بنجيب العيش على البطاقه وكده، فمش عدنا بنخبز كتير يعني، قليل جدا قاعد بيخبز او بيعمل عيش في البيت. فالعيش ده يا جماعه زي ما انتم شايفين كده بيتاكل بقى بالجبنه البيضاء والجبنه الحادقه، بالملوخيه، بالباميه، بالسمك، باي حاجه. هو بيكون رقيق كده وبيكون مقرمش حلو جدا جدا. لو انتوا دقتوه قبل كده او عارفينه يعني قولوا لي ايه رايكم فيه. انا بعشقه جدا يا جماعه. وعلى فكره العيش ده مش بيتخن، لان بيكون معمول مخبوز على رده كده زي ما انتم شايفين. وكمان بيكون الدقيق مش زيرو، مش بيكون ابيض كامل على فكره يعني. فده بيكون دقيق ذره ودقيق غله مع بعض مخلوطين، وكمان بيتقرص يعني او بيتخبز على رده. تمام كده. فده حلو جدا جدا. ولو الناس بتعمل رجيم كمان او عندها سكر تاكل من العيش ده الكيلو يا جماعه كانت بتقول ب 37 ونص، يعني ال 2 كيلو ب 75، فانا جبت ال 2 كيلو ب 70. ال 2 كيلو ب 70 تقريبا، عاملين 12 رغيف او 11، مش فاكره بالظبط. انا عديتهم امبارح بس مش فاكره 12 او 11 يعني. تقريبا الرغيف واقف ب 6 جنيه ونص. والله يا بلاش، احنا بنجيب الاربعه ب5، بيكون صغير جدا جدا. فالعيش ده حلو جدا جدا جدا. ولو كمان هتعملي فته بيكون طعمه حلو، ولو هتفتيه بلبن كمان بيكون طعمه حلو. تمام كده. اتمنى بقى الفيديو يعجبكم واكون عند حسن ظنكم. وعايزه اقول لكم كمان يا جماعه ان انا جبت كده ب 10 جنيه كمون، وفي قرفه سيجار كده، ده من محل اهو كده زي ما انتم شايفين. بيكون عليه ورق لورا وقرفه سيجار وفلفل اسود وحبهان وكبابه صيني، وكمان قرنفل كده زي ما انتم شايفين، وبعد من الكزبره الناشفه. ده بكام يا جماعه؟ دول ب 10 جنيه. معرفش يعني وزنهم قد ايه، بس دول ب 10 جنيه. لان انا جبت الاسبوع اللي فات كمون وكزبره ونسيتهم في السوق. فالست اللي انا نسيت كنت بحط عندها التسويق يعني او الثبت بتاعي، قالت لي انا لقيتهم وادتني فلوسهم. لان لقيتها كمان فرشه، كانت بتبيع هدوم يعني، فرشه في سوق الاحد او سوق الحد في ديار. فطبعا المال الحلال ما بيضيعش يا جماعه. اشوفكم بقى فيديو جديد، مع السلامه. وطبعا شاركونا ارائكم والاسعار الموجوده عندكم. اشوفكم بقى فيديو جديد، مع الف سلامه.